وفي القرن ال15 كانت الكنيسة بتاعته أغلقت ومحدش يدخل فيها، وجمعوا في هذا الوقت 5 عرسان و100 شخص بتوع البلد كلهم. ونما إلى علم الوالي في هذا المكان إن النصارى فتحوا الكنيسة بتاعت بسخيرون وقاعدين جواها، فعد عدته علشان يروح لهم ويخلص عليهم مرة واحدة. فقام الشهيد العظيم بسخيرون الجليني يدافع عن ولاده وعن الكنيسة، وراح البيهو واشترى حتة أرض ودفع فلوس ونظفها، وراح للكنيسة، خد الكنيسة بابونا القسيس بالعرسان بالبير بالشجرة بالنخلة. أنا لما كنت عنده في المنيا قلت له يا عم ده أنت مفتري، طب هات مثلا سحابة وخدهم، حتى صعب سهل عليك انك تنقلهم. قال لي ما دي زي دي بالنسبه لي، يعني اجيب لهم سحابه انقلهم كلهم، دي زي دي قوه ربنا. وراح خدهم وحطهم، خد الكنيسه بتاعته وحطها في المكان ده، وطلع الناس الصبح، الشارع مش هو والمكان مش هو والناس مش هي وهو معاهم. ما تتعجبش انه عمل كده. بسخيرون الجليني، يا سلام، ادي الرجاله يا بلاش.